يقول عليه الصلاة والسلام حينما سأل سيدنا جبريل عن الساعة، فقال جبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني ظهور هذه الثروات النفطية جعل أصحاب هذه الثروات يبنون العمارات الشاهقة، كناية عن الغنى الفاحش الذي يصيب الأمة في آخر الزمان. ومن علامات قيام الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، فحينما تعين على 10 واحدا ربما ليس أصلحهم، ولكن هناك اعتبارات أخرى هي التي تتحكم في هؤلاء الذين يوسد إليهم الأمر. إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه الإمام البخاري. ومن علامات قيام الساعة قلة العلم وظهور الجهل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. بمعنى أنك قد تدخل مكانا عاما فمعظم الذين يعملون في هذا المكان من النساء، وكأن المرأة هجرت بيتها وأصبحت تعيش في الحياة العامة أكثر مما تعيش في بيتها. ومن علامات قيام الساعة، وهذا من أوضح ما تشاهدون: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كلهم يريد الثروات الباطنية ولا تعبأ بكل ما يقال، بل إن بعض زعمائهم في الغرب إذا كانوا في صف المعارضة يصرحون أن الهدف الأول من ضرب العراق هو الثروة النفطية، لأن العراق فيها ثاني أكبر مخزون نفط في العالم. الثروات الباطنية، وكل ما يقال خلاف ذلك لا تعبأوا به إطلاقا، كلام كذب بكذب ودجل بدجل. إن الثروات الباطنية هي الهدف الأول، والتحكم بها هو الهدف الأول. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، 1,200,000,000، 5 سكان الأرض. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم، يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من علامات قيام الساعة التماس العلم عند الأصاغر، فقد تجد تاجرا كبيرا يسلك طريقا محرما، فإذا عاتبته ونصحته يقول لك: إمام في مسجد والله لا أذكر اسمه هو الذي أفتى لي بذلك. أيعقل أن تأخذ فتوى كبيرة من إمام يصلي في مسجد لا تعرف علمه ولا تعرف ورعه ولا تعرف سلوكه؟ فمن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر،
الأصاغر في العلم. كيف عقد عقد على امرأة مسلمة في بلد غربي على شاب ليس مسلما، وقد قبل عاقد العقد في المركز الإسلامي أن يبقى كل منهم على دينه؟ هل بعد هذا الجهل من جهل؟ ومن علامات قيام الساعة ظهور النساء الكاسيات العاريات اللائي يغطين بعض أجسادهن ويكشفن بعضها الآخر. هذا المعنى الأول، يغطين بعض أعضائهن ويكشفن بعض أعضائهن الآخر، أو يغطين أجسامهن بالملابس الضيقة التي تصف خطوط الجسم، أو بالملابس الشفافة. ومن أدق العبارات التي تصدق على حال النساء اليوم أنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية: فالعنوهن لأنهن ملعونات. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وحينما سئلت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير ما تفعله المرأة؟ قالت: ألا يرين الرجال وألا يرونهن. فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام زوجها الإمام علي بن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. وهذا إقرار منه على قوله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بل إن بعض النساء يخرجن متعطرات. وحينما أتحدث عن النساء أتحدث عن نساء المسلمين، لأن النساء غير المسلمات لا علاقة لي بهن في هذا الموضوع. أنا أتحدث عن نساء المسلمين.